القعده ديت اسمها مين معايا، اللي عنده حد عزيز عليه قوي. انا بحب العزيزين يعني قبل ما نبدا بالغرب، يعني يقول لك دايما اصل ابدا بالحبيب قبل ما تبدا بالغريب، يعني فانا بحب دايما ابدا بالناس اللي هم القريبين مني، اللي هم اللي انا بحبهم قوي، بحيث ان انا لما اذيهم الاذيه للاخرين تبقى سهله. مبازر على فكره انا مش الو السلام عليكم. مرحبا اتفضل. اهلا وسهلا يا فندم، لو سمحت الشيخ موجود؟ ايوه اتفضل اتكلم معايا الاول. طيب هو انا لا مؤاخذه والله احنا بقالنا يعني انا مش عارف اقول ايه بصراحه يعني، بس عشان انا مش مؤمن بالحاجات دي قوي، بس يعني المدام اتغيرت بقالها فتره طويله قوي، وفي حاجات بتحصل غريبه ومش عارف اعمل ايه بصراحه. رحت للدكتور نفساني والدكتور قال لي حاله نفسيه، ودكتور تاني يقول لي دي سليمه، بس هي مش هي فيها حاجه غلط. زوجتك؟ المدام فهي فيها حاجه غلط مش طبيعيه، يعني حتى الاصوات اللي هي بتطلعها بالليل لا مؤاخذه، الحاجات اللي 24 ساعه في الحمام، لما اجي اكلمها مثلا لا مؤاخذه احيانا صوتها بيتغير، مره واحده اكون بتكلم معاها عادي كده الاقيها بتزرق بتطلع كلام كده والله العظيم مخيف. المشكله ان انا بخاف وانا ما بخاف. حضرتك بتتكلم منين؟ هو احنا في النرويج. في النرويج؟ طيب هي بقالها قد ايه؟ هي بقالها الموضوع ده يعني حوالي شهرين كده، وكنت بقعد يعني عملت عليها الرقيه الشرعيه وعملت عليها كل الحاجات، وكل يوم اقرا عليها قران، وبس احيانا لا كل ده مش هيعمل معاها حاجه. ما هي دي المشكله بقى، لان بتزوم، هي بتزوم، يعني هي ممكن اكون قاعد مع مره واحده. ايوه مع القران، حضرتك القران بتحلل الحالات دي. تمام. طب العمل ايه؟ طب والله هي جنسيتها ايه؟ ثانيه جنسيتها هي مغربيه. عندك اسمها ايه؟ اسمها زهرة. زهرة يا فندم، اسمها زهرة. اسمها ايه؟ زهرة يا فندم، اسمها زهرة. الأم اسمها ايه؟ الأم اللي هي أمنا يعني؟ أمها. أمها هي أمينة ونعمة خدية. كم عمرها؟ عمر الأم ولا عمر المدام؟ عمر زوجتك. عمر زوجتي أنا؟ 33. متجوزين بقالكوا قد ايه؟ احنا بالظبط كده يعني الحمد لله بقالنا حوالي 6 سنين وداخلين في ال7. جبت عيال؟ لا يا فندم ما عندناش، ما فيش خلفة لحد دلوقتي للأسف يعني. في زوجة تانية؟ لا يا فندم، لا زوجتي الأولانية توفت يعني الحمد لله. جايب منها أولاد؟ زوجتي الأولانية عندي شافعي ابني. يعني العيب من عند زوجتك؟ لا هي العيب منها، بس أنا قلت لها يعني يا بيبي إن أنا مش مهم العيال، حضرتك فاهمة؟ الحمد لله عندي شافعي. لا ما أنت فاهمني، ما هو اللبس اللي هي فيه ده هو ممكن يكون هو اللي مأثر عليك. المهم لا اله الا الله. بس هو ده فعلا يا فندم يعني مس حضرتك متوقعه ان مره واحده ممكن اكون قاعد معاك كده بتعمل طب ده بيحصل بالليل ولا بالنهار؟ بيحصل الساعة 2:15 كل يوم، الساعة 2:15 الفجر بتزوم. والله العظيم يا فندم انا ما بكدبش عليك بالظبط، ووشها بيتغير وعينيها كده وحياة ربنا تقولي زي ما كأنك شايفة شيطان. انا شايف شيطان مع ان الدنيا ضلمه. يعني الزوم دوت هي لسه بدأت ان هي تزوم من حوالي اسبوع. الزوم ان هي تفضل تعمل وانا بخاف. اتغيرت من قد ايه؟ هو خلال ال3 شهور اللي فاتوا دول كانت عمليات التغيير، واولا في حاجات غريبه، يعني ممكن مثلا اصحى من النوم الاقيها واقفه كده ومتنحه في الحيطه. يا بنت الحلال مالك؟ سوري في الله، بتقلع هدومها كلها؟ لا اله الا الله. عرفت ازاي؟ طيب مراتك دلوقتي الحاله بتاعتها جديده جدا. لا اله الا الله. لا اله الا الله.
مين اللي هيتوكل بالعلاج؟ انت طبعا. اه طبعا ما عنديش اي مشكله ان شاء الله. هو انتوا في مصر مش كده؟ ان شاء الله. لا، على القرايه كمان، لان لازم لان هي مش هتقدر تقرا اي شيء. ما هي طب يعني اللي هو مش هتقرا، انا اللي هقرا لها مثلا لما اوصل ولا ايه؟ هو قالوا لي الناس، بس انا بصراحه عشان ما بثقش في كده، قالوا لي في مدينه في المغرب اسمها ملعمر، بتروحوا هناك وبيفكوا. بس انا بصراحه ما بحبش اروح الحتت ديت لان بخاف منهم، فعشان كده قعدت ادور على شيخ كده اللي هو يكون حد مننا، انا حد مني. فبعترت فيكم والله على النت وانا بدور، قلت يمكن ربنا يجعل فيه البركه والخير. خير ان شاء الله. انا ممكن اخليك يتكلم دلوقتي، بس انت بتخير. المهم يعني هو مين؟ لا ثواني بقى، كنت هتراقبيني ولا إيه؟ هو مين اللي اتكلم؟ انا ما بخافش، انا بترعب. لا بجد والله يا فندم، يعني هو الموضوع بجد فعلا خطر قوي كده. حالتها الجسدية اتدهورت ولا لسه؟ لا 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 ثواني بقى، معلش انا اسف ان انا بزعج حضرتك معايا والله، بس انا فعلا مفيش مفر، مش عارف وخايف واحنا في غربه. حالتها الجسمانية تدهورت ولا لسه؟ حالتها الجسمانيه لا، بس هي وشها بقى قريب. عارفه انت مصاصين الدماء اللي بنشوفهم في الافلام، اللي وش بقى تحس ان هي ميته، تحس ان هي ميته. وانا بصراحه ما فيش، بص انا ممكن اتحمل اي حاجه، انما في حاجات معينه بتخوفني. يعني انا مره والله العظيم، والله العظيم. هي اخر مره كانت في بلدها من امتى؟ اخر مره في بلدها كانت السنه اللي فاتت، الصيف اللي فات. ها؟ الصيف اللي فات، في الصيف اللي فات كانت موجوده هناك من طنطا هي. حوالي سنه؟ سنه يعني في 9 10 شهور كده. بس هم اللي انا كنت خايف منه يا فندم، ان اصحابي دايما كانوا بيقولوا لي بلاش المغاربه بلاش المغاربه، بس هي يعني انت عارفه ده حقيقه. انت عارفه بقى، لا احيانا الواحد متقلق، يعني احيانا الواحد طب انت فيك اي شكوى؟ لا والله يا فندم، بس انا بدات ان في حاجات، يعني الكوابيس والخرابيش والحاجات اللي هي ايه، يعني انا بصحى بلاقي خرابيش يعني والله العظيم وحياة ربنا في اماكن انا ايدي ما توصلهاش، ايدي ما تطولهاش. والمشكله ان احيانا ما بتبقاش نايمه جنبي، انا احيانا بدخل، انا اول ما بتزوم والله العظيم ساعات بالليل، اول ما بتزوم بجري زرباوي واقوم نام في الصاله مثلا ولا بتاع، اقول لحد ما الفجر يطلع، الشياطين بتموت بعد الفجر ولا بتتحبس، وبعد كده ارجع انام تاني. بس لما انا بقى نايم بره بقى خرابيش على ظهري وخرابيش على وشعري، بدا ان هو برضه يقع شويه. فوالله انا لا اله الا الله، لا اله. طيب دلوقتي هي بيحصل لها الكلام ده الساعة 2:15 بالليل ولا 2:15 العصر؟ 2:15 بالليل كل يوم، لا ثانية زيادة ولا ثانية أقل. تمام. فأنا مش عارف، هم قالوا لي إنه ممكن يكون عمل، وبعد كده رحنا لشيخ قال لنا ده ممكن يكون حسد. فقلت له يا شيخ احسدونا على إيه؟ إحنا من كحة راب. فبعد كده بقول مش عارف والله ما عارف. جاب البخور وجاب ورقه، جاب والله كده زي ما بقول لك، اصلا مش خبره. المهم حضرتك سيبني 10 دقايق عقب الاتصال بيا، هقول لك ايه الموضوع بالظبط. لو تبدا العلاج معانا ممنوع يكون في اي حاجه في البيت، تمام، يكون جبتها من اي شيخ من اي حد، تمام، لازم تمشي على التعليمات، تمام. بس هو اهم حاجه يعني ده مش عمل سفلي، هو اصلا عمل سفلي ده بيقول خوف قوي. لا ده الكلام ده انت مالكش علاقه بيه، ده سواء سفلي سواء دين سواء زي ما يكون، ممكن يكون الموضوع ابعد من انت متخيل. لا انت مالكش علاقه بيه. لا انت الشغل اللي هيحصل لك او الشيء اللي انت هتعمله هو هيكون مجرد القرآن. لا اله الا الله. ما عنديش اي مشكله، تقولي لي والله تقولوا لي اجيبها وانزل باذن الله يعني يومين واكون موجود، لان انا فعلا تعبت. هو العلاج عن طريق البعد كده احنا بنعالج العالم كله.
لا لا لا، فهو خلاص على خير. طب انا الموضوع هدي لحضرتك الوقت دوت وربع ساعه كده ان شاء الله واتصل بحضرتك تاني. انا اسف يا فندم والله ازعجتك معايا. لا انا مفيش مشكله، بقول لك يعني العلاج ما مش مستاهل ان انت تنزل هنا زي هناك. خلاص ان شاء الله مش مشكله، اللي فيه الخير نشوف. بس حضرتك هتقولي لي ايه اسمع وطلباتكم وعيوني. اسم حضرتك. انا عفيف. عفيفي. عفيف محمد ابراهيم. اسم الام. خديجه. انت اسمك عفيفي؟ عفيفي محمد ابراهيم. لا اسم الام. اسم امي انا الحاجه خديجه، الله يرحمها واحسن اليها. اسمها ايه؟ خديجه. خديجه؟ يا فندم. عمر حضرتك؟ انا 52 يا فندم. تمام، ربع ساعة وعروض الاستفسار. ربنا يجازيك كل خير. خلاص هتصل بحضرتك على طول باذن الله. ان شاء الله بسيطة بس عايز اشوف ايه الموضوع. ماشي يا حاجه، ماشي ان شاء الله، بركاتكم ان شاء الله. ماشي، شكرا يا حاجه، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. احنا بنتلبس. طيب ربع ساعة عدت وأنا هكلمها تاني دلوقتي وهنشوف إيه اللي هيحصل. ربنا يستر. توقع يا خالد إيه؟ مش دعوة. خالد مش عايز يكمل تصوير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بص حضرتك. يا فندم. اسمعني كويس وفهمني كويس، تمام؟ خير ان شاء الله. اتفضلي يا حاجة. خير ان شاء الله. دلوقتي مراتك معشوقة من امير من الجن، تمام؟ لا اله الا الله، لا اله. ماشي، كل ده والحمام بالنسبة لها هو ده الأصل بتاعها وهو ده بيتها وهو ده كل حاجة. لا اله الا الله. تمام؟ وهو أصلا جايبها من الحمام. طب ازاي؟ طب ما انا كمان بدخل نفس الحمام. ايه؟ انا كمان بدخل نفس الحمام. هي ايه في الحمام؟ انا بدخل نفس الحمام، يعني اللي هو قال انا كمان ولا قالها هي بس؟ لا هي معشوقة، هي معشوقة. لا اله، بتدخلني الواطية؟ نعم؟ يعني هو في حد لا مؤاخذة من اللي هم اهل الخالة بيحبها؟ في حضرتك في امير من الجن عاتقها جايبها من الحمام. لا اله الا الله. عشان كده انا بسمعها بتقعد تقول يعقوب. بتقعد تقول يعقوب وهي نايمه، بتقعد تقول يعقوب. ماشي، هو ده اسم زوجها، تمام؟ هو يعتبر دلوقتي في حكم ايه؟ دلوقتي في حكم مراته، تمام؟ لا اله الا الله. لا عشان كده فانت اللي بيحصل فيك دوت ده منها هي ومن العشق اللي موجود في المكان، تمام؟ لا اله الا الله. يعني حتى والله العظيم الشغل بتاع المحل دلوقتي ما بقاش يدخل فيه مليم، يعني سبحان الله كل حاجه يا فندم. لا اله الا الله. تمام؟ ايوه يا فندم، اتفضلي كملي. ماشي، دلوقتي هي الحمام، هي جايلها عن طريق الحمام، وهو الحمام بالنسبة لها ما بيبقاش حمام، ده الأصل بتاعها وده بيتها وده اللي بيتقابلوا فيه وكل حاجة. وهي يعني اللي هو يا فندم هي بتشوفه يعني؟ هي دي بتشوف. ويعني هو في اللي هو مثلا، معلش يا مؤاخذة انا اسف عشان انا بس قاعد في المواضيع دي شوية، اللي هو ممكن تلمسه يعني ولمسها كده زينا زي بعض، زي ما احنا كده يعني مع بعض. ايه؟ اللي هو ممكن وهي معاه تكون يعني بتلمسه، يعني اللي هو زي احنا كده مع بعض كالبشر، يعني لما اجي اسلم على واحد بعرف اسلم عليه، ولا هو بيبقى مختفي ولا ايه؟ انها يعني بتكون متزينة؟ يعني انا قصدي هي لما بتشوفه كده ممكن ان هي
تلمسه وهو يلمسها ويحسوا بعض والكلام ده كله. ايوه بقى، ايوه بيعاشرها جنسيا. لا انا بقول لا لك لا يا بنت الكلب. لا لا فعشان كده ممنوع اصلا ان انت تقرب منها. يا بنت الكلب. يعني هو من ورا. ده عشق المثير اللي هي مش متحكمه في لا نفسها لا لسه. لا لا. اعمل ايه؟ ودوت يبقوا في نفس الوقت يضعفك انت جنسيا. تمام؟ انا واخده معاك الموضوع واحده واحده كده عشان تفهم. اوكي؟ تمام تمام. بس انا الحمد لله المشكله، بس انا ما اعرفش، انا بقالي مثلا بتاع بشهر ما لمستهاش ولا حاجه. الخط بيقطع مش سامع حاجه. عاوز السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه حضرتك كده الصوت كده احسن الحمد لله. تمام. هو ده كل الموضوع. طب يا فندم دلوقتي معصوبة بأمير بن الكل وجاي لها من الحمام وهي عايشة في الحمام على طول. لا بس لأن هي كده كمان محتاجة محكمة، يعني مش شغل كده وخلاص. لا 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 ثواني بقى كده، ثواني كده عشان تهت منك. محكمة؟ محكمة من الجن، ده شغلنا احنا. لا لا يعني لا هو كده لازم نعمل له محكمة عشان نحكم عليه ان هو ما يجيش جنبها، لان هو دلوقتي بقت زوجته مش مجرد هتعيش وخلاص. لا ده خلاص، ده الموضوع بقاله فترة. ده حضرتك جاي في الآخر دلوقتي. طب هو ممكن يعني يتطور؟ هو دلوقتي بالنسبة له انت اللي ممنوع تيجي جنبها. عشان كده الخراجيش اللي بتبقى واخداها والكوابيس بالظبط كده. انت اصلا خلاص، انت دلوقتي تعتبر من زوجها، هو اللي زوجها حاليا. فانتوا كده في لازم محكمة. انا اسف معلش، انا اسف، انا اسف يا فندم والله، معلش اعذريني. انا راجل من بلد يعني كده وعلى قد حالي وفاهم على قدي. يعني اللي هو لما حضرتك بتقولي جوزها، اصل الموضوع ده بالنسبه لي انا حساس قوي. يعني جوزها نعم؟ يعني جوزها اللي هو بيمارس حقوق الزوج عليها، يعني اللي هو مثلا يعني هو لا مؤاخذة يعني هو التاني ده. لا مؤاخذة يعني بينقرها، يعني اللي هو ولا ايه؟ حضرتك هما المعاشرة الجنسية بينهم مش زي الراجل والست، ده مجرد هوا. يعني هي بتنقر الهوا؟ ايوه هو بينام على الهوا. ممكن هوا اجساد هوائية تتجسد كيف تشاء. انا ضربات قلبي زايدة والله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم؟ بقول ضربات قلبي سريعة أوي، مش عارف، مش مستوعب. أول مرة في حياتي أشوف حاجة زي كده. واحد صاحبي كان بيقول لي أنت ممكن تعمل لها تقسيمان، فقلت له إيه ده؟ تقسيمان. تقسيمان، هو قال لي تقسيمان. قلت له إيه ده؟ قال لي مؤاخذة جدول، وبتكتب في الجدول مش عارف إيه، وبعد كده لا مؤاخذة وهي نايمة تحشره في حنانها وهتصحى باذن الله هيصرف. فانا لما خفت برضه عشان ما اعرفش اعمل جدول منين لا مفيش الكلام ده. انا عايزك تفهم اللي انا بقوله لك ده، عشان انت لو لفيت العالم كله محدش هيقول لك الكلمتين اللي انا قلتهم لك. ربنا يجازيك خير. اتفضلي، انا اسف وقطعك يا فندم والله، انا متوتر بس معلش. اتفضلي. تمام. انت لو لفيت العالم كله دلوقتي عشان تكتب على مراتك محدش هيقول لك ايه الموضوع بالظبط. تمام؟ ايوه يا فندم، ايوه. لان اصلا هو عامل عمليه تمويل، لان ما حدش يقصد انها معسوكه. تمام؟ ولغايه لما يحكم عليها، وبالتالي خلاص هو حكم عليها، يعني ما حدش هيعرف يخرجها. لا اله الا الله. طب هي ممكن تحبل؟ فعلشان كده اسمع للاخر، علشان كده هي بتعالج علاجها عن طريقنا، عن طريق ب 11 يوم. تمام؟ عن طريق الانسانات والجلسات الروحانيه. ولازم في خلال الوقت 11 يوم دول احنا لازم نعمل له محكمه زي البني ادمين بالظبط، لان هو كده بقت زوجته. ايوه. لازم يطلقها. زي خلع كده.
لا بالظبط، لازم نعمل محكمة عشان نجبره انه يطلقها، لان هو كده خلاص هي في ذمته بقت زوجته، مش هيطلقها ولا هيسيبها. تمام. طب لو هو معلش يا اسف، طب هو يعني اللي هو عقدوا قرانهم ازاي؟ وبعدين انا برضو مش فاهم حته ان هو جوزها ازاي، انا ما لا اله الا الله، انا مش فاهم والله ما. لا فانت بقى تفهمني وتستوعب وتدرك الامر عشان الموضوع ينتهي بسرعه. لا 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 لا، ما انا هسيب لحضرتك كل حاجه اللي انتوا عايزينه باذن الله، بس انا عشان ايه؟ علشان افهم، لان بجد وحياة ربنا انا بقالي فتره تعبان. لا سيبك من اللي احنا عايزينه بس، علشان انت تركز وتقدر تشوف. ايوه. اللي انت فيه معلش برد على التليفون. ماشي. المهم دلوقتي حضرتك هي هتاخد 11 يوم. تمام. هيبقى عن طريق عن طريق جلسات روحانية احنا بنعملها هنا. تمام. امين. بيطلع لك آيات قرآنية بتقراها على مية. اللي هما بتكتبوها وبتحطوا الحبر يسيح في المية وكده. لا لا لا، انت اللي هتقرا القرآن على مية قدامك، مية من الحنفية هتجيبها وتقرا عليها قدامك. لا 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 الله. أيوة. تمام. معاك معاك يا حاجة، سامعك. وبعدين هي هترش منها في البيت وهتسقيها من وراها من غير ما هي تعلم، بدون ما هي تعلم. هصب وراها ازاي؟ نعم؟ هصب وراها ازاي؟ اللي هو ازاي من وراها؟ لا انت هتقرا قرآن عادي على ميه وهتحط بقى في العصير في البيت، هترش في اركان البيت حسب الحاجات اللي انا هقول لك عليها. انا بقول لك يعني دي الحاجات اللي انت هتعملها. ايوه. بس كده. وده هيجيب نتيجه؟ لا ما الشغل عندنا احنا ده عشان تحصينكم انتوا وتحصين البيت ومحدش والاذى يبتدي يقف. ايوه. لكن عشان احنا شغالين هنا هم يتجننوا عليك، ممكن يطبقوا البيت عليك انت وهي. تمام. انا مش عارف والله، عارفه انا على فكره انا ما كنتش مصدق الكلام ده، لا مؤاخذه خالص، بس والله الولايه عليها ابيضت قدامي، ابيضت. طيب ما هو انا بقول لك، هو ده اللي انا بقول لك عليه دلوقتي. هي خلاص هي اتجوزت واحد من الجن وبقت هي اسيرها كده في اوقات حضوره. ايوه. لا. طب وانا برضه انا صاحب بقالي الشهر اللي فات ده كله، كل ما اجي انام عارفه بحس ان حد كده في وزن تقيل عليا وانا نايم، حد اللي هو بيعافر عايز يدخل فيا وانا بحاول اطلعه، انت فاهماني؟ وبعد كده بقوم قايم مرعوب. يعني هو كده معناه بقى ايه؟ ان هو كمان نهارنا انا كمان؟ لا. طب هي دلوقتي ابتدت تتزوق وتلبس ولا ابتدت تعفل في نفسها اكتر؟ لا مفيش تزويق، مفيش. لا بالعكس زي ما هي كده وكل حاجه، بس بتتنح كتير، بتفضل قاعده متنحه تنح القلب والله العظيم زي ما بقول لك كده يا فندم. وبعدين لما بصحى ايوه ما هي مش عايشه معاك حضرتك. ايوه بقول لك انت دلوقتي كيف متاخر. طب انا مش فاهم، طب هي ليه؟ يعني في حاجات مثلا مش يعني هي لما بتبقى واقفه مثلا كده احيانا اللي عماله تشم في الكولوتات، فانا بقول لها انت بتعملي ايه؟ ايوه حضرتك، ما هو دوت يا سيدي الفاضل افهمي دلوقتي، ده شيء جاي من الحمام حكم عليها، يعني هيأمرها بكل شيء فينا كده، كل شيء ده الوسخه هيأمرها ان هي تشم كلوتات؟ ايوه هو نجس، هو جاي من الحمام، ده جاي من فندق. لا اله الا الله. ايوه طب كملي، انا اسف برضه. ماشي. فعشان كده بقول لك كمان هي علاجها هياخد معانا، احنا عادة بنعالج من 3 ايام لاسبوع، لكن مراتك محتاجة 11 يوم عشان لازم لها محكمة، والمحكمة بتبقى تمام. محكمة؟ وحضرتك الكلام جد محكمة وقاضي والكلام ده كله زي اللي احنا كده بنشوفه عندنا يعني هنا؟ حضرتك مش ده تحضير وامال ايه؟ كل آية من القرآن ليها ملك، والملك ده بيحكم على كل طريقة من الدين.
يا دين اهلي. طب افرضي المحامي بتاعهم كده مش فاهم، ولا مفيش محامين، ولا اللي هو هم بيخضعوا لسلطه معينه يعني اللي هو سلطتكم انتم كبشر؟ لا، ما هو ليه سلطه على الناس البني ادمين العاديين، ملوش سلطه على الشيوخ اللي زينا، لسبب احنا اللي علينا السلطه، احنا اللي معانا السلطه القوي اللي عليهم والقوه الروحانيه اللي اعلى منهم، لان هم كل واحد هم طائفات حضرتك. ايوه زي البلاد كده، زي السعوديه وزي امريكا وزي لندن، هو كل واحد من طائفه معينه. تمام. وكل طائفه ولها رئيس. احنا ما لو مش هينفع ان احنا لو حاله زي بتاعتك دي، ده مش معارض عادي، يعني مش كلمه عادي يطلع هيطلع، لا ده خلاص لازم يطلع من الرئيس نفسه. هو لازم ده اللي هو اللي بنقولها ده دلوقتي كان اسمه يعقوب الاحمر ده، اللي هو بيحكم عليها بقى دلوقتي. احنا هنجيب الملك اللي بيحكم على الجن ده، لان ده امير. طب انا عايز اذيه زي ما اذاني، انا عايز الوسخ دوت يحس باللي انا حسيت بيه. ما اصلا اوريدي خلاص، هو لما يتحكم عليه بيترمي في حاجه اسمها بحر الظلمات. هو بيكون متجوز؟ تمام. نعم. بيكون متجوز في حياتهم التانية يعني، عندهم في العالم بتاعهم وكده زينا؟ عنده مرأة يعني، في مرأة متجوزة بنقرها والكلام ده؟ ايوه متجوزين. طب انا عايز انقرها بعمل ايه؟ والله العظيم كان قاعد اخد حقي. حضرتك خلينا في شغلنا، ما فيش الكلام ده. لا اله الا الله. طيب انا اسف، اتفضل. انا اسف والله، انا منفعل بس انا اسف. لا عشان بس ايه، هنضحك عليك، ما فيش الكلام دوت. انت عشان لفيت والله يا حاجه، لفيت ودفعت فلوس كتير وتعبت وحياة ربنا انت مش متخيله. ما انا عشان كده بقول لك انت كده ابتديت متاخر. هي خلاص هو اتجوزها. يمكن الاول هي الاول كانت في حاله عشق، دلوقتي بقت في حاله زواج. تمام. فكل ماذا والامر هيضيق عليك انت وهي اكتر. تمام. بس هتبدا بالعلاج امتى؟ 1500 دولار. تمام. مش مشكله عيوني. بس ان شاء الله باذن الله. ماشي يا حاج، ماشي ان شاء الله، بركاتكم ان شاء الله. ماشي، شكرا يا حاج، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب كات.